يا صباح الفل عليكم. عمرك ركزت قبل كده في الطريقة اللي انت بتقول بيها كلمة لأ لأي حد في أي موقف؟ طب وهي كلمة لأ أصبح ليها طريقة وكمان ليها كتالوج عشان نعرف ازاي نقول بيه كلمة لأ؟ طبعا. أنا هنا كلامي النهاردة مش امتى نقول لأ، أنا كلامي ازاي تقول كلمة لأ. حصل أي موقف ما بينك وما بين أي أحد في أي مكان في أي ظرف، أو أي شخصية أنت حبيت تقول لها لأ على أي حاجة أنت وصلت لها، فبالتالي وأنت بتقول كلمة لأ ليها طريقة معينة. أحيانا أشخاص بتتخذ طريقة الهروب، ما بتقدرش إن هي تواجه وتقول كلمة لأ فتهرب، أو أحيانا أشخاص تفضل إنها تقول لأ وخلاص، بعدين هبقول لك، بعدين هبقى أحكي لك، أصل مش فاضي، وأسباب زي كده كتير. اللأ اللي بالطريقة دي اللي انت قلتها بتعني ان انت شخص غير واثق من نفسك ومهزوز وغير اصلا واثق من كلمة لأ، وان انت خدتها ممكن تكون بشكل فجائي، فبالتالي بتنقل صورة عنك للشخصية اللي قصادك ان انت مش واثق منها. طب نعمل ايه؟ وانت بتقول لأ خلاص اخترت ان انت ترفض حاجة زي كده في موقف ما او في مكان او في ظرف او من شخصية معينة، اختار ان انت تقولها بكل ثقة وتقول لأ ليه. يعني دايما مع كلمة لأ قول لأ عشان كذا وكذا وكذا وكذا، واحكي كل اللي عندك بكل النقط اللي انت عايزها بكل صراحة بكل وضوح. ده بينقل للشخصية اللي قصادك ان انت شخص واثق من نفسك وصلت فعلا لكلمة لأ. وانت بتقول كلمة لأ خد بالك من الطريقة وخليك واثق من نفسك. لحظة حلوة.